عندك فراغات في شعرك وشعرك خفيف تحشمي تخرجي بيه وراه داير لك عقده نفسيه في حياتك؟ ما عليك غير بهاد الوصفه. هاد الوصفه تترش غير على الشعر بدون غسل، توفر عليك وقت ومجهود وباقل تكلفه، ومكوناتها متواجده في اي بيت. قبل ما نبداو مع الوصفه اللي دخلت جديده عندي، ما تنساش دير لي ابوني ودير لي جيم وتخلي لي كومونتير، ويلا نبداو على بركه الله. اول حاجه واللي غادي نحتاجوها واللي هي الزنجبيل. الزنجبيل من المكونات السهلة وممتازة جدا جدا، ممكن تستعمليها لشعرك. نجيبو حبة تاع الزنجبيل نغسلوها ونبشروها. الزنجبيل يحتوي على فيتامينات تعزز وتقوي الشعر ونمو الشعر. مع المداومة يبقى يطول ويتكاثف بلا ما تحسي به. المكون الثاني واللي هو الحلبة. نجيبو مغرف كبيرة حلبة ونزيدو مغرفة كبيرة من اكليل الجبل. البنات ما تخافوش من ريحة الحلبة باسكو يتغلب عليها اكليل الجبل. اكليل الجبل مغرفة كبيرة قلت لكم البنات، غسليه مليح باش تنحى منه الغبرة، وزيدي ورق الغار اولا الرند. تانيك ورق الغار اولا الرند فيه فيتامينات تساعد على تعزيز وتطويل الشعر وتكثيف الشعر ايضا. هاد المكونات البنات كنجيبوهم كامل نغسلوهم من الغبرة قبل ما نحطوهم مع بعضياتهم. نحطو هاد المكونات كامل في كاسرونة ونزيدو عليهم كاس ونص من الماء، نخليوه يغلي مدة 5 دقائق حتى يغلي الماء وهادوك المكونات يكونوا طلقوا في الماء. نخليو هذاك الماء يبرد، كي نحسوه باللي برد نبديو نصفيوه. من مور ما نصفيوه نحطوه في بخاخ ونرشو شوية على الجذور، يعني على فروة الرأس، ونبداو نديرو مساج للراس تاعنا، يعني لمدة 5 دقائق تبدي ديري مساج بيديك الفروة تاع الراس تاعك، باسكو كيما نعرفو حنايا من فروة الراس تاعنا اللي طوالنا الشعر وتزيد لنا الخلفه. هاد الوصفه تنجمي تكريها كل يوم، ولكن ديريها غير في الليل كي تجي ماشيه ترقدي. وهاد الوصفه بدون غسل، السمالي تقدي تنجمي تقعدي سيمانه وتديري فيها بلا ما تغسلي، او لا يومين ديريها ونهار الثالث وغسلي فيه. كما راكي تشوفي كما راني دايرت لك في لا فيديو، بهاد الطريقه ديري مساج لفروه الراس تاعك غير بالاصابع تاعك. فوالا، اولا تنجمي تستعيني بهذه تاع المساج، ما كانش عندك نورمال تنجمي ديري غير بيديك. البنات هذه هي الوصفه تاع اليوم كانت، وهذه الوصفه بدون غسل وتنجمي ديريها شحال ما تبغي من خطره. البنات اللي وصلت هنايا لهذا الفيديو ما تنساش دير لي جيم وتخلي لي كومونتير ودير لي ابوني في لاشين يوتيوب تاعي. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.